بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل معاكم البطاطا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. صينية البطاطا ديت جميلة خالص وطالعة خرط كده طرية معايا زي الكريمة بالظبط وزي البسيمة ما شاء الله عليها. طبعا معمولة طبعا بجوز الهند. اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله عليها وعلى جمالها. بصراحة ريحة وطعمها رهيب، وبص طرية معايا وبتدوب في البق. بصراحة يا جماعة مهما ناكل منها مش هنشبع من طعمتها ومن جمالها. هنجيب بقى معانا هنا بطاطا كيلو او 2 كيلو حسب ما انتوا عايزين. طبعا انا غسلاها ومقشراها ومقطعاها، وحطيت نص كوباية مية كده هنوطي عليها تطيب معايا كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى جوز هند معلقتين 3 معالق كبار، ومعايا سكر. بص انا بقول لكم دي حاجات في الرخامه يا جماعه، ما هيش وساخه ولا حاجه، عشان برضو وانا بنعمل الحاجه بتبقى باينه. معايا سكر. طبعا البطاطا كده معايا بصوا بتتسلق وشغاله ودايبه دوب. هنجرب بالشوكه وهنحطها برضو كده تكمل سوا، والميه اللي فيها تتشرب، مش هنقلل منها ميه خالص. هي هتتشرب النص كوبايه ده هيكفي لسليق البطاطا. هنجيب صينية هندهنها دهنة حلوة البايركس ديت، وهنحضر البولة. بصوا دايبة معايا البطاطا ازاي. هناخدها على طول كده من الحلة، هننزل بيها بقى على طول في البولة ونبدأ نخلط كل المكونات دهيت. وانا عايزاها تبقى طرية كده زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا بقى الشوكة مش هتنفع معايا كده، الشوكة بس هتوريكم الطراوة اللي فيها وان هي بتدوب. وممكن نخلط كل المكونات كده، بس انا عايزة خلط سريع معايا. هنجيب بقى الهراسة ونشتغل على طول كده عليها. شوفوا البخار بتاعها وريحتها كانت طالعة ما شاء الله، والله يا جماعة ما شاء الله عليها وعلى طعمتها. طبعا اللبن بقى دي حاجة مغذية بقى لو لولادنا مع البطاطا كده. حاجة حلوة بقى نعملها لهم المرة دي كده، يعني تعمل تغذي جسمهم شوية وتساعدهم على الانتباه. والبطاطا ديت خالص بتعمل انتباه والذاكرة كده جميلة. هننزل بقى بجوز الهند والسكر معايا، وكل واحد على حسب الرغبة برضو. لو عايزين تقللوا نص معلقة كده من السمنة هنحطها. ولو انتوا عندكم سمنة فلاحي ممكن تحطهم، لو عندكم سمنة كده برضو هي بتطلع البطاطا بتخلي السمنة كأنها سمنة بجد فلاحي من ريحتها مع اللبن. وجوز الهند بتدي ريحة رهيبة. هننزل بقى بالمكونات كلها بعد ما ضربناها مع بعضينا. بص طرية كده وجوسي كده سهلة ازاي معايا. بتتشكل زي ما انا عايزة، مش ما اناش عاملاها مثلا سميكة شوية. لسه كمان هتمسك حبة في الفرن، انا عاملة حساب لكده. هنبدأ بقى بالسمنة كده نلمع الوش بتاعها عشان لما تدخل الفرن وتتحمر معايا هنحطها برضو. بصوا الرسمة بتاعتها، بصوا سهلة معايا ازاي وبسيطة. بجد بجد حاجة مفيدة لأطفالنا. كل الدكاترة بيقولوا من البطاطا حاجة مفيدة للأطفال. طب البطاطا موجودة في السوق وحاجة رخيصة لولادنا، مش هتعمل يعني 5 جنيه. يعني مش هتيجي الوصفة دي كلها ب5 جنيه. طبعا اللبن بيبقى موجود عندنا كوبايتين مش هيفرقوا برضو. أقل من يعني ده لو أقل حاجة بتعمل حتى لو كوباية صغيرة. لو بق لبن موجود برضو ممكن هنعمل بيه حاجة صغيرة كده اهوت. بصوا بعد ما حطيناها بقى في الفرن وطلعت معايا بجد بجد ما شاء الله رهيبة. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وحاجة مش مكلفة خالص. طبعا كل مكوناتنا في البيت. لو في حاجات مش موجودة ممكن تعملوا البطاطا كده. لو هتهرسوها بس ومعلقة سمنة وشوية سكر برضو هتعملوا. مش هنتوقف عن اي حاجة، الموجود عندنا هنعمل بيه. طبعا بقى جوز الهند هو اللي بيديها طعم وطراوة ما شاء الله عليها وعلى ريحتها جميلة. انا كنت المفروض نستنى لما تبرد، هتكون متماسكة. كل ما بنسيبها كمان تبرد بتتماسك اكتر من كده. ويا رب تكون وصفاتي عجباكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم يا حبايبي. انا عايزاكم بقى كده يا حبايب قلبي ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. عايزاكم توصلوا الفيديو لاكتر من حد برضو يشوفه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.